ايه ده؟ والله حرام عليك اللي بتعمليه ده يا ماما. بتنضفي السمكة صاحية؟ طب موتيها، مش تعذبيها وتحسسيها بالقلق. حرام عليكي، والله حرام عليكي. هو انا بقتلها؟ ما انت انا دلوقتي بقتلها ولا بنضفها؟ انت بتنضفيها وهي عايشه كده بتعذبيها. يا سلام، استنى بقى اما الدنيا حر تموت ويبقى طعمها وحش. بص يا حبيبي، احنا طلعنا في عرفنا لقينا اهالينا بيحطوا السمك يطلع من الميه يحطوه على النار. ماشي، السمكه ما بتتعذبش، بس احنا طلعنا لقينا اهالينا كده، ولما بسيب السمكه تموت بيبقى طعمها وحش. يعني احنا بننضف السمكه وهي بطنها بتلعبط كده. ده حلال ربنا وربنا اللي حلله. هو انا بقتلها؟ انا طلعت لقيت اهلي بيعملوا كده واهل زوجي كده فبعمل كده. يعني دي سمكه، عمري ما شفت حد بيذبح السمكه قبل ما يعمل. احنا بنذبحه الجرموط عشان روحه طويل قبل ما ننضفه لانه مش عارفين نمسكوه. انما دي سمك انا بشوف الشوايين بيحطوها ببطنها بحالها بملها كده على الشوايه تستوي. اسمع الناس يقولوا انت بتعذبيه. طب لو في حد يفقه في الدين ويقول لي تنظيف السمك وهو صاحي ده حلال ام حرام يقول لي. انا كانت امي تقول لي ما تحطيش الفرخه في الميه السخنه الا لما تموت عشان ما تعذبهاش، ده ماشي شيء مألوف. انما ده لا بحط لها ميه سخنه ولا ميه ساقعه. لو في حد يقول لي الحلال والحرام ايه في تنظيف السمك وهو صاحي، لا حد بقى يكون فقيه في الدين يقول لنا في تنظيف السمكه وهي صاحيه. حد يقول لي عشان استفيد. انا هو كبرت واتجوزت وخلفت وانا طول عمري انضف السمكه وهي صاحيه، بس جيبوا لي الادله بالسنه ومن الكتاب، لان في خرافات كتير. يعني مثلا اللي تعوز تذبح يقولوا لها روحي خلي الجزار يذلل، اللي عايز يذبح يقول له انت ما بلغتش. ففي اقاويل كتير. انا طلعت لقيت اهلي كده فبقيت كده. دلوني وفيدوني اهل العلم انتوا. فانا لحد ما حد يرد عليا هتني ماشيه بقى بالعرف اللي انا اتربيت وكبرت عليه، لحد انتوا ما تقولولي الحلال والحرام في كده. يعني انا مش بودي اعذب ولا اعمل، بس احنا دايما بنحب نشتري السمك صح. ولا انا ليا عرف لوحدي، ولا التجاريع على الميديا يا ولاد بتبقى غريبه. انا بشوف حاجات كتير مباحه في الحياه ولو حصلت على الميديا بتستعيبوها، رغم انها بتحصل في بيوت كتير، ويمكن في بيوت اللي حاطط لي كومنت سلبي اصلا. يعني اللي حاطط لي كومنت سلبي وبيقول انت بتعذبي السمكه والسمكه صاحيه، مراته ووالدته وبنته بينضفوا السمكه صاحيه. بس هي احنا كده اختلف تتعرف. احنا دايما كده، دايما الانسان يعمل من الحبه جب، يقعد يديك في نصايح وهو اصلا تلاقي والدته ومراته وبنته بينضفوا السمكه صح. انما ازاي بننضفوها في الخف، انما طلعت تنضفوها في العلن لا، دي مشكله. دي مشكله ان احنا ننضف السمكه في العلن. بتشوفيش الصينيين هما بياكلوا كده اهو، ما بتروحوش تتريقوا عليهم. ده الصينيين وهم بياكلوا ضفادع وبياكلوا فران وبياكلوا حاجات وبياكلوا جنين كمان. يعني انا شفت فيديو بيسقطوا الجنين من بطن امه وياكلوه، اللي هو البني ادم بياكل اخوه البني ادم بس هو نون. ليه؟ يقولوا لك في تجاريع عنده اسمها ان لحم الجنين بيطول العمر زي الفرق. يا ماما خلصي يا ماما، انا جعان يا ماما. يا ماما ما انا بشوف ستي يا ماما كل يوم يا ماما بتنضف السمكه صاحيه. خلصيني بقى انا جعان. انا مستنياها تموت على مهلها. تموت على مهلها؟ ايه، على ما هي تموت اكون ما انا اموت. بصي لسه بتتنفس اهي، بص اكون انا مت من الجوع. خلصي يا ماما، كلهم بينضفوا السمك حي. ما ينفعش. بتوع السوشيال ميديا قالوا لي حرام عليك انت بتعذبي السمك. انت بتعذبها؟ ما تسمعيش كلام السوشيال ميديا. انت اتولدتي لقيتي اهلك كده واهل جوزك كده، اعملي زيهم. ما قالوا لا يا ابني بتعذبي السمك. اعذبكم انتوا ولا اعذبش السمك؟ اقعدوا انتوا جعانين لحد السمكه ما تموت. يا لهوي انا هموت من الجوع. الا هي السمكه لما طلعت من الميه وبعدت عن الميه اللي هي اكسجينها فيها، هي كده ما بتتعذبش. انما لما مروه تقصقص
عشان خاطر عيالها، عيال فرعونها الصغير الكبير يجوعوا، يبقى غلط ويبقى حرام. طب دلوقتي فرعوني يا استاذ ياسمين عزو، دلوقتي فرعوني الكبير الصغير ابو كرش صغير جاي يتغدى، والسوشيال ميديا قالوا لي لازم تستني اما السمكه تموت عشان خاطر انت بتعذبيه. قال يعني وهي طالعه من الميه ما بتتعذبش من قله التنفس والاكسجين اللي مش طايلاه، انما لما مروه تنضفها وهي صاحيه يبقى بتعذبها. اعمل ايه؟ دلوقتي فرعوني الصغير الكبير يجي لي كمان 8 نص ساعه يقول لي جعان، هو وعياله الصغيرين، يعني فرعونه والفراعين الصغيرين عياله. هوكلهم هقول لهم كنت مستنيه السمكه تموت. بس انا هموت من الجوع لو ما خلصتيش. انت تموت من الجوع بس السمكه ما تموتش من التعذيب. يعني خايفه على السمكه ومش خايفه عليا؟ ايوه ده كائن حي. امال انا كائن ميت. كائن حي برضه. انت تموت من الجوع السمكه لا. طب ما السمكه التزم واحتشي، التزم واحتشي. السوشيال ميديا قالوا ان احنا بنعذبوا السمكه اما ننضفوها صحي. يا رب يطلع لي شيخ ويقول حلال تنظيف السمكه صح. عليا النعمه امي كانت بتشجلط السمك في الفرن ببطنه بقالة نبيه، دوبك بنغسله وتشجلطه بيتنطط في الفرن كده اهو، كنت بلم اللي واجع في الشاروخ. انا عندي ولادي يتعذبوا لكن السمكه لا. انا بتعذب والله. اهو وانا بتعذب من جوايا. وعايزه اقول لك حاجه، دول كام سمكه؟ دول 4 سمكات واحنا كام فرد؟ 4. احنا 5. احنا 5 بالبيت الصغير. بالبت الصغيره دي بني ادمه بتاكل ولا ما بتاكلش؟ ما بتاكل بس هتاخد من منام حد فينا. لا يا حبيبي بقى احنا هناكله، احنا ال4 كلوا السمك اللي ابوك جايبه. حلو الكلام؟ حلو. حلو؟ قول حلو. حلو. ها واما ابوك يجي يسال فين السمك هقول له انت ما عملتش حساب نفسك ليه؟ والله كان طعمه حلو بس انت ما عملتش حساب نفسك، بقى مش مشكله متعوضه مره تانيه. اللي هو جايب 4 سمكات، مين فينا هياكل ومين فينا مش هياكل؟ احنا 5 افراد جايب لنا 4 سمكات ليه؟ مين فينا هياكل ومين فينا مش هياكل؟ ومحدش يقول لي كل 2 ياكلوا سمك. لا انا ما بحبش اقل بركه الحاجه يا جماعه. يعني احنا هناكل السمك قبل ما بابا يجي ونقول له ما عملناش حسابك؟ ايوه ما هو اللي ما عملش حساب نفسه، هو جايب 4 سمكات واحنا 5. ايوه. ده ابويا هيولع فيا. ما يهمش هنا عيش وجبنه.